ده الملف التاني اللي هو اسمه دي ال لاب دوت سيستم بريدكشن فيتو. طبعا احنا زي ما قلنا في الاول خالص بترن على الكولاب مش عندك. تمام. فاول حاجه هتعملها ترن الخليه دي عشان تنزل المكتبات اللي انت هتحتاجها عشان تنزل الداتا يعني. تمام. هي الميوتاجينيست بيقول لك الابيليتي اوف دراج تو انديوز جينيتك التريشنز، ماشي، اللي هو بيأثر او بيسبب دامج للدي ان ايه. طبعا بيموت الخليه او كانسر مثلا وكده. ففي تيست اسمه ايمس اكسبيرمنت، ماشي، اللي هو البروفيسور اللي عمله اسمه ايمس يعني. يعني بيشوف يعني كومباوندز هي اللي بتعمل جينيتك دامج للدي ان ايه، ماشي. فده برضه الامبورت اللي هي الحاجات المهمه. طبعا انا مش مسطب عندي فمش هشتغل يعني. بس عامه انت مش هتعدل حاجه، هترن الخلايا دي كلها كده عادي. دي بتاعت الامبورت بتاعت المكتبات وكده. دي بتاعت تنزيل الداتا، بيقسمها للتريننج وحاجه اسمها فاليديشن والتست. تمام. هنا هيطلع لك بس مجرد برنت بيقول لك في كام تريننج اكزامبل عنده واي واحد اللي هو توكسيك واي صفر، كام فاليديشن اكزامبل عنده واي واحد واي صفر، وكام تيست واي واحد واي صفر. تمام. دولت ممكن ما تقنعهمش عادي مش تفرق. طيب هنا المولكيولر فينجر برنت. ايه بقى المولكيولر فينجر برنت؟ احنا هنستخدم اللي هي الار دي كات وحاجه اسمها مورجان فينجر برنت. فكرتها ايه؟ في طريقه للكودنج او كتابه الدراجز، حاجه اسمها السمايلز. هي السمايلز ماشي. مجرد حروف اللي هي الاليمنتس اللي هو السي مثلا، الاو، الاس مثلا لو في سي ال حاجات زي كده، بس في صوره سترينج. تمام. فالسترنج دوت ما ينفعش استخدمه مع الديب ليرنينج، محتاج احوله ارقام. ففي حاجه اسمها الفينجر برنت اللي هي نوع من انواع الانكودنج اللي هي بتحول السمايلز لمجموعه من الارقام. ففي نوعين اللي هو اللي هنستخدمهم يعني الار دي كات والمورجان او السيركل فينجر برنت. ماشي. الار دي كات فكرتها ايه؟ ان هي طب ادي السمايلز. تمام. عباره عن سترينج من الكاركتر. الاتومز بتبقى في صوره كابيتال لتر. البوند بتبقى حسب نوع البوند، لو هي دبل يساوي، لو تريبل الشباك، لو فور اتوم فور بوند يعني تبقى علامه الدولار. طبعا السنجل بوند مش بكتبها. تمام. الادفانتج بتاعتها سهله انك تكتبها او خزنه. الديسادفانتج ما فيهاش 3 ستراكشر بتاعت الكومباوند، والمولكيول الواحد ممكن اعبر عنه بكذا سمايل. تمام. طيب فطبعا محتاج احول السمايلز ديت لارقام، فبالتالي بستخدم المولكيولر فينجر برنت. طيب ففي نوعين، حاجه اسمها او باث بيست وحاجه اسمها او سيركولار فينجر برنت. ايه الفرق بينهم؟ بالنسبه للار دي كات اللي هو المثال الباث بيست اللي هي بتعمل ايه؟ مثلا بتبدا ب اتوم معين، مثلا المثال دوت اللي هي كربون اللام. لو الباث لينس بصفر فهياخد الاتومز منفرده. طيب الباث لينس بواحد هياخد بين الاتوم دي وباص واحد يعني بوند واحده. يعني مثلا في المثال هنا مثلا هياخد البوند ديت، بعد كده البوند اللي بعديها، بعد كده اللي بعديها اللي بعديها وهكذا. تمام. طيب لو اتنين هياخد 2 بوندز وهكذا. في السيركولر لا، طب بياخد راديوس. يعني ايه راديوس بقى؟ مثلا انت واقف هنا الراديوس بصفر برضه هياخد الاتومز منفرده. راديوس بواحد يعني كل الاتومز اللي مرتبطه ببوند واحده بالاتوم اللي انا بادي منها. يعني انا مثلا بادي بالسي دي، فهي عندها اتوم واحده بس عامله بوند معاها فاخدها معايا. طيب المره اللي بعديها هنتقل للسيل هنا، فانت عندك السيل هنا اللي كنت بادي بيها، والسيل هنا، والان اتش اللي هنا، دولت كده براديوس 1 بوند وهكذا. لو راديوس 2 بوند فهتبدا مثلا هنا انت هتمشي كل ال 2 بوندز الممكنه معانا صح، من الستارتنج اتوم اللي انت بادي منها. تمام. هتاخد الارقام دي بعد كده بيعمل لها انكودنج، بيطلع لك في الاخر فيكتور من 0 و1. تمام. بطول معين انت بتحدده. الفيكتور ده اللي بيدخل بقى للماشين ليرنينج. تمام. طيب فده اللي بيحصل هنا. اول حاجه انت عندك الداتا الاول عباره عن ايه؟ عباره عن سمايلز.
ده الاكس، ده اللي اسمه ده مش لسه مش اكس يعني. والواي اللي هي توكسيك، الواي ترو صفر او واحد، توكسيك او لا. تمام. فاول حاجه محتاجين نحول السمايلز ليه من سترينج لاوبجكت تفهمه. الار دي كات، الار دي كات دي المكتبه اللي هي هتحول لي او هتعمل لي الانكودنج بالفينجر برينت. تمام. حولناه لمول اوبجكت، هندخله مع الار دي كات فينجر برينت، هتاخد المول اوبجكت المينيمم باث 1 والماكسيمم 9، برضه ممكن تتحكم فيهم زي ما انت عايز. والسايز بتاع الفيكتور اللي هيخرج في الاخر كام عنصر او كام رقم، فمثلا 1024 برضه ممكن تتحكم فيه زي ما انت عايز. تمام. ده يطلع لك التريننج داتا، ده يطلع لك التست داتا. تمام. نفس الفكره في السيركولار فينجر برينت اللي هي بتاعت المورجان فينجر برينت. تمام. برضه الترين والتست برضه بيحول او بيطلع مول اوبجكت، وبعد كده المورجان فينجر برينت المول اوبجكت السبعه هنا دي مقصود بيها الريدس بتاعك. تمام. والنمبر اوف بيتس اللي هي الفيكتور بتاعك فيه كام المنت. تمام. برضه متحكم في السبعه عادي، ممكن تتحكم في ال 1024 عادي. تمام. في الاخر بيحول اللي هي التو كاتيجوريكال بقى، عشان تحت هنستخدم ايه بقى؟ كاتيجوريكال كروس انتر كلاسيفيكيشن، تو نودز في الاخر، فبالتالي محتاج السوفت ماكس او في اخر لاير. تمام. طيب فالتاسك بتاعك ايه؟ هتبني نتورك من الدنس لاير. طبعا تتحكم باي عدد نودز اللي انت عايزه، عدد لايرز اي حاجه، وطبعا عدد الايبوكس زي ما انت عايز. هترين نت على ترين داتا مره من المورجان، موديل خاص بالمورجان وموديل خاص بالار دي كات فينجر برينت. بعد كده تستو على الكورسبوندنج داتا، يعني عملت موديل للمورجان داتا فتستو على التست داتا بتاعت المورجان. الار دي كات تريننج فتعمل تيست على الار دي كات تيست داتا. تمام. المفترض توصل ليه في الاخر؟ المفترض هتعدل لو الموديل بتاعك ما كانش كويس يعني، فهتقعد تعدل فيه مثلا ضيف لايرز، تزود النودز او اي تعديل انت عايز تعمله، بحيث ان التست الايه؟ التست اكيورسي مش الترين اكيورسي. التست اكيورسي مالها هتبقى افضل من 75%. الترين اكيورسي ممكن لو قعدت تزود الايبوكس هتوصل معاك ل 100% ممكن. انا عايز لا التست اكيورسي تبقى هي الاعلى من 75%. تمام. بعد ما توصل لده وتاخد بس سكرين شوت للسطور اللي بتطلع معاك يعني، وتبعتها. ده اللي هو التاسك يعني بتاعك. تمام. لو عندك وقت ده درجه عليه بونص يعني، ممكن تقعد بقى تغير الهايبر بارامترز بتاعتك علشان تجيب اعلى اكيورسي ممكن من الداتا بتاعتك. تمام. دي اسامي المتغيرات اللي فيها الداتا. بالنسبه للترين ليبلز اللي هي الواي ترو بتاعت الترين، اسمها المتغير اسمه واي اندرسكور ترين. تيست ليبلز الداتا بتاعته او الواي بتاعته اسمها واي تيست. الترين انبوتس اللي هي الاكس بتاعت الار دي كات اسمها ار دي كات اندرسكور اف بي اس اندرسكور ترين. الترين بتاعت المورجان اندرسكور اف بي اس ترين. والتست نفس الفكره، ار دي كات اف بي اس تيست والمورجان اف بي اس ايه تيست. انا قايل لك نوت ايه في اخر لاير استخدم تو نودز والسوفت ماكس كاكتيفيشن فانكشن. تمام. هنا بقى تبني الموديل بتاعك بقى من الصفر اكنك في امتحان. ده الامتحان هيجي لك كده معمول لك بس الامبورت. تمام. هتبني الموديل بتاعك والداتا طبعا تبقى جاهزه معمول لها بريبريشن عادي. تمام. انت بس هتبني الموديل اللي هو موديل دوت سيكونشال، بعد كده موديل يعني اسم المتغير بتاعك دوت اد بين قوسين لايرز دوت دنس، تحدد عدد النودز الاكتيفيشن في اول لاير الانبوت شيب، بعد كده بتضيف باقي الحاجات. طب هنا الانبوت شيب بقى كام؟ فكر شويه كده. على حسب الرقم اللي انت هتحدده هنا. يعني انت لو انت شغال في المورجان فينجر برينت والنمبر اوف بيتس 1024، فهتبقى الانبوت شيب تحت الطابل من 1024 كوما. تمام. لو غيرت الرقم هنا او في الار دي كيت ايا كان يعني، هتحتاج تغير تحت في الانبوت شيب، ما تنساش دي. تمام. طيب بعد اول لاير بقى اللاير عاديه خالص، مش بتكتب في انبوت شيب، هتضيف بس النمبر اوف نودز والاكتيفيشن. بعد ما خلاص ظبطت الموديل بتاعك سليم، هتروح عامل كومباين اللي هو بتحدد الاوبتمايزر واللوس والماتريكس كاكيورسي.
تمام، اللي هي الماتريكس اللي هي دي. هنا الماتريكس في صورة ليست، اللوس كسترنج بس. تمام. طبعا هنا كلاسيفيكيشن، فبالتالي بتختار ايه؟ كاتيجوريكال كروس انتروبي. تمام. بعد كده بنعمل ايه؟ عملنا الكومبايل، هتبدا بقى تعمل ايه؟ الفت لو التريننج، وبعد ما تلاقي التريننج كويس وزي الفل تعمل بقى ايه؟ التست. انا كاتب لك كود التست ده في الامتحان برضه، يبقى كده جاهز يعني. تمام. و تمام. ده هنا الموديل بتاع المورجان، هنا تحت بتاع الارض كات، وتشوف التريننج او التست اكيورسي طلعت كام، اعلى من 70%. خلاص كده انت حليت اول واحد اللي هو بتاع مورجان، وتشوف بقى الارض كات وتبني الموديل وتفاريت وتشوف اعلى من 70%، فانت حليت كده ايه؟ التاسك اللي هو السؤالين اللي فيه. تمام. طيب سؤال، ازاي ال بيطلع لي 1024 فيكتور دولت، او 1024 رقم جوه الفيكتور؟ لو بصينا في البي دي اف بتاع تجربة، لا هنا في لينك في الاخر خالص اللي هو بتاع ده تقريبا. آه ده طيب، ده الموقع اللي هو رقم ريفرنس رقم 8. تمام. ده بيوضح ازاي بيطلع الليست او الفيكتور اللي هو فيه 1024 رقم في الاخر دول. تمام. لو حد عايز يبص عليه، انا مش هسألكوا فيه، مش هسألكوا فيه. تمام. بس فده كده المطلوب منكم من الملفين. اتمنى كانت التجربة يعني ممتعة. السلام عليكم.